السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي بيبو الكورة، اهلا بيكم. عودة جديدة لقناة بيبو الكورة معاكم بعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، واللي انتهت بثلاثية نظيفة احرزها حسين الشحات، محمود كهربا ومحمد شريف احرز الهدف الثاني والثالث. المباراة كانت عبارة عن الفرقتين، الاثنين مدربين حافظين بعض. الاثنين مدربين كل واحد فيهم عايز يسيب الكورة للتاني، كل واحد فيهم نازل وعايز يأمن دفاعاته ويلعب على المرتدات والكرات الطوليه اللي بين خط الدفاع. ده السبب اللي خلانا شفنا الشوط الاول بالاسلوب ده وبالطريقه دي. مع بدايه الشوط الثاني نزل نفس السيستم، بس الاهلي تجرأ اكتر، بدا يدي كولر مهام لحمدي فتحي ان هو يكمل يخش كمهاجم تاني. وده اللي حصل فعلا مع غباء من فيريرا في تغييراته. بعد الدقيقة 58 نزل تغييرين، نزل مصطفى الزناري وعمر جابر. فبالتالي اصبحت ان الاهلي مهمته اسهل في الاختراق الدفاع، لان محمد عبد الغني يلعب باك يمين وهو مش حتته، ومصطفى الزناري لاعب جنب حسام عبد المجيد. فسابوا فراغ اللي قدر حمدي فتحي ان هو يستغله ويعمل اسيست لكهربا يجيب الهدف الاول، وبرده يعتبر دخل في اسيست محمد شريف الجول الثاني، وداخل في اسيست لعلي معلول لمحمد شريف للجول الثالث. بصبح النقطه الفنيه اللي عملها كولر في المباراه ديت ان هي ادى مهام لحمدي فتحي ان هو يخترق من دفاعات ووقف قفشه على دايره جنب ديانج. انتهت المباراه 3-0 للنادي الاهلي، وقمه بتوسع الفارق بين الاهلي والزمالك ل 8 نقط مؤقتا لحد ما نشوف نهايه الدوري، لان الكلام ده حصل من السنه اللي فاتت واللي قبلها، وكنا متقدمين وجينا في الاخر بعد افريقيا وكاس العالم والارهاق والكلام ده، جينا ان احنا قدرنا ان احنا خسرنا الدوري بكل سهوله لصالح الزمالك. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي السنه دي ان هو يقدر يحافظ على الدوري، وعنده سكواد جامد، سكواد ان هو يقدر يخليه ان هو يشارك في افريقيا باريحيه، ويشارك في كاس العالم، ويشارك في والدوري والكاس. كل ده بطولات لازم الاهلي السنه دي ان شاء الله يكون طالع بيها على الاقل 3 من ال4 بطولات دول، ان هو يكون واخدهم ومحققهم، عشان يقدر الاهلي يرجع تاني يستعيد الدوري والكاس والسيطره على الكره المصريه والافريقيه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.